في فيديو النهاردة هنعمل وصفة من وصفات أيام الملوك. هنعمل رز الجواهر الإيراني واللي اسمه جواهر بولو. وصفة من أحلى الوصفات اللي ممكن تقدموها وتبهروا بيها ضيوفك. واسم الجواهر جه من خلطة الجواهر اللي بتتحط على الرز، اللي متكونة من ميكس المكسرات مع الفواكه المجففة والزبيب وبشر البرتقال. حاجة كده ريحة وطعم وشكل خيالي. انا نسمة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة تعالوا نشوف المكونات اللي احنا محتاجينها. المقادير اللي انا هعملها النهاردة مناسبة لنص كيلو رز بسمتي. هحتاج كمان بصلة متوسطة مفرومة ناعم، ربع كيلو جزر ويكون متقطع اعواد رفيعة بالشكل ده، ممكن يكون مبشور بس مبشور خشن شوية. ومن الحاجات الأساسية في الوصفة دي قشر برتقان. القشر ده أنا مقطعاه شرايح، ده قشر برتقانتين متقطع شرايح رفيعة بالشكل ده. كل اللي عملته ان انا غليته في مية، غيرت المية دي بس مرتين مجرد ان المرارة اللي فيه تروح. هحتاج كمان 100 جرام مشمش و100 جرام قراصية. الحاجات دي احنا بنستخدمها في الخشاف في رمضان، فلو باقي عندكم من رمضان تقدروا تستخدموها في الوصفة دي. هنحتاج كمان 100 جرام زبيب، والافضل انه يكون الوان مختلفة. انا استخدمت هنا ذهبي والاسود والاحمر، هما مش بس بيدوا شكل حلو، لا كل نوع منهم ليه طعم مختلف. هنحتاج بقى 3 معالق كبار سكر، معلقة صغيرة حبهان مطحون وده أساسي في الوصفة، عود قرفة. الوصفة الأصلية بتستخدم زعفران بس احنا نقدر نستغنى عنه ونستخدم بودرة زعفران. 3 معالق كبار زبدة، وهحتاج 3 كوبايات شوربة ومزودة عليهم هنا مكعب مرقة. أول حاجة هغسل الرز كويس جدا وبعد كده هنقعه لمدة نص ساعة. ده من الحاجات اللي بتساعدنا ان الرز يستوي كويس جدا. في طاسة على النار هبتدي انزل السكر، معلقتين مية. هبتدي اقلب كده لحد ما السكر لونه يتغير. بعد كده هنزل عليه شرايح الجزر، تاخد تقليبة كده في الكراميل اللي احنا عملناه. هنزل عليها شرايح البرتقال وهفضل اقلبهم لحد ما لونهم يدبل. انا مش عايزاهم يستووا على الاخر، بس يبتدوا يدخلوا في السوا. بعد كده هرفعهم من على النار. في الحلة اللي هنسوي فيها الرز بقى هبتدي انزل الزبدة، هنزل عليها البصل. هنقلب البصل كده، انا مش عايزاه يغير لونه ولا حاجة. اول ما يدبل ويبقى شكله كده خلاص جاهز. هنزل عليه بقى الفواكه المجففة، الزبيب، الحبهان وعود القرفة، وهبتدي اقلبهم كده عشان كل النكهات تدخل في بعضها. هنزل عليهم بقى الجزر والبرتقان اللي احنا عملناهم من شوية، بس هنسيب شوية على جنب عشان نزين بيهم الطبق في الاخر. هاخد من الخلطة دي معلقتين على جنب عشان ازين بيها الطبق. هبتدي اصفي الرز كويس قوي وانزله على الخلطة دي. نقلب بقى الرز عشان ياخد كل النكهات دي. ريحة الفواكه المجففة مع الحبهان والقرفة خطيرة. هنزل عليه بقى الشوربة. عشان انا مستخدمة مرقة دجاج فانا محطتش ملح خالص. لو مش هتستخدموا مرقة هتزودوا الملح بقى بتاع الرز العادي. هقلب واول ما يغلي بالشكل ده، اول ما يبتدي يتشرب هغطيه كويس. وهم في حاجة بيعملوها دايما ان هم يحطوا فوطة تحت الغطا بتاع الحلة، ده بيخلي البخار يفضل جوه الحلة فالرز يستوي كويس قوي، ما نحتاجش نزود له مية بعد كده. هوطي عليه النار وهسيبه نص ساعة. هاخد بقى معلقة صغيرة بودرة زعفران وهزود عليها معلقتين مية واقلبهم كويس وهسيبهم على جنب لحد ما الرز يستوي. ده بعد نص ساعة بصوا استوى كويس قوي. وهبتدي بقى على جنب واحد من الحلة انزل مية الزعفران دي، عشان انا مش عايزة الرز كله يبقى لونه اصفر، انا عايزة شوية اصفر وشوية ابيض. فهنزلها على جنب ومش هقلب خالص. هغطي الحلة 5 دقايق وبعد كده خلاص هيبقى جاهز. بصوا بقى لما بنيجي نقلبه، بصوا مستوي حلو قوي. هتلاقوا بقى شوية اصفر وشوية ابيض، بيبقى شكله حلو قوي في التقديم. هنبتدي بقى نقدمه في طبق. ونزينه بقى بالجزر والبرتقان المكرمل اللي احنا عملناهم في الاول، وبعدين الفواكه المجففة،
وده لوز متحمر هنزين بيه الوش. بصوا ميكس الالوان والشكل ده غير الريحة اللي تجنن. فعلا وصفة من الوصفات اللي لو قدمتوها هتبهروا بيها اي حد. هو طبعا مش وصفة من الوصفات اليومية، بس جربوا تعملوه في عزومات ومناسبات هتبهروا اي حد يجربه. ميكس الرز مع المكسرات والفواكه المجففة، ريحة البرتقان والقرفة، حاجة كده خيالية. قدمته مع فخدة ضاني كنت عملتها في الفيديو اللي فات، هسيب لكم الطريقة بتاعتها برضو في صندوق الوصف، جربوه متأكدة انه هيعجبكم. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.